الألم النفسي اللي احنا بنمر بيه بيكون أشد وجع من الألم البدني. الألم البدني بقدر أحط إيدي على مكان الألم اللي بيوجعني وبيألمني وأقول الجزء ده بيألمني. الألم النفسي أنا مش قادر أعبر ولا قادر أشوف مكان الوجع فين. حاجة جوايا بتوجعني وأنا مش لامسها، مش حاسسها. أنا حاسس بألم، بحزن، حاسس إن أنا بموت من جوايا، مش قادر أحط إيدي على المكان اللي بيوجعني ومش عارف ايه سببه. اول حاجة هبدأ بيها نصيحة للناس: يا جماعة حافظوا على مشاعر الناس اللي حواليكم. حاجة اللي بتتكسر وبتتوجع فينا مش بنقدر نعالجها 100%. فخلي بالك، انت ممكن يطلع منك كلمة واحدة تدمر بيها حياة شخص، تخلي حياته تنتهي، تتدمر. انا ولا عارف اعمل علاقات، وفاقد ثقتي بنفسي، فانت حرص على الكلمة اللي بتخرج منك. خلي بالك، مشاعر الناس مهمة جدا ان انا احافظ عليها. الحاجة اللي مش هتقبلها على نفسك ما تقبلهاش على الناس اللي حواليك. فابدأ شوف الناس، فرحهم. مش لازم ان انا استلذ بوجع الناس. حافظ على حب الناس اللي حواليك، لانك لما بتفقد اشخاص حقيقيين في حياتك مش بتعرف ترجعهم تاني. نرجع لموضوعنا، الألم النفسي. أهم حاجة أعرف هو جاي منين. والألم النفسي ده عندي بسبب تراكم موجود عندي قبل كده، خزن عندي في العقل اللاواعي. كلمة اتقالت لي، موقف حصل لي، حاجة بدأت أخزنها جوايا وأنا مش واخد بالي، وللأسف أنا ما واجهتهاش ولا عرفت أتعامل معاها، وما أخدتش بالي إنها اتخزنت جوه العقل اللاواعي. فبتبدأ تتراكم عندي وتبدأ تكبر جوايا. وأي محفز خارجي بقى، كلمة، فعل، أي حاجة، تلاقيها بدأت تظهر معاك. بمعنى، انا ممكن الاقي نفسي قاعد في امان الله وفجأة رد فعلي يكون خارج المتوقع. حد قال لي حاجة لقيتني انفعلت عليه، ولو ارجع لنفسي كده، هو انا انفعلت ليه؟ هو الموقف ما كانش مستدعي مني ان انا اعمل كده. فده نتيجة ان عندي حاجة اتحفزت عندك وخرجت الرد اللي حصل منك واللي انت انفعلت بسببه. تاني حاجة، بتلاقيك فاقد شغفك. انت فاقد الشغف، انا مش لاقي حاجة اعملها، انا مش حاسس بمتعة في الحياة، مش شايف شغفي فين، انا فاقد ثقتي بنفسي. فتلاقي حاجة كده عندك، انت حاسس بكسرة كده ومش عارف سببها ايه. انا مش عارف اعمل علاقات، ودايما علاقاتي انا اللي بفشلها وانا اللي ببوظها. وده نتيجة ان انا عندي تراكم جوايا ما تعاملتش معاه صح. عشان اتعامل مع الألم ده صح، ابدأ أول حاجة اقعد مع نفسك، اتكلم معاها وخلي فيه شفافية بينك وبين نفسك. ايه اللي بيوجعك؟ ايه الألم اللي جواك؟ سببه ايه؟ وايه الكلام اللي اتقال واتحفر جواك؟ وابدأ اكتب وطلع كل الكلام اللي موجود جواك. دي البداية. رقم واحد، اعمل مواجهة صريحة بينك وبين نفسك. رقم اتنين، عقلك موديك فين؟ ركز على عقلك. عقلك هتلاقيه بيشدك للخلف ويعيشك في الحزن والألم اللي حصل في الماضي، يا إما يعيشك في خوف المستقبل. وللأسف الشديد ناس كتير هتلاقيها حياتها فيها لذة وفي وجود الألم في حياتها، مش عارفة تعيش من غير الألم. لأن عقلي اتدرب على وجود الألم في حياتي، اتعود على الألم. فلو انت سبت عقلك يشدك شمال ويمين وورا وقدام وانت ما كنتش متحكم فيه، اعرف ان انت هتدخل في الدايرة بتاع الألم، وهتحس بعد كده ان انا مش قادر اعيش من غيره. انا وهو احنا مع بعض، مع انك انت حاجة والألم حاجة تانية خالص. فخليك دايما انت المتحكم في عقلك. اول ما ركز على عقلي هو بيوديني فين، فيبدأ يفكرني بحاجات حصلت قبل كده، لا انا هركز دلوقتي. انا لما الالم جالي، انا الالم جاي يعلمني حاجه، وابدا اركز. هو الالم ده جاي عشان يديني درس، ايه الدرس اللي انا اتعلمته؟ وابدا درب عقلك انك تتعامل معاه بالمواجهه. ما تخافش. خايف من ايه؟ ما تستسلمش. ابدا واجه عقلك. انا ركزت في اللحظه الحاليه. رقم 3، هبدا اعرف الدروس اللي انا المفروض استفادها من الدرس ده. ده انا شخصيتي اتغيرت، ده انا حسيت ان انا كنت في الم وفي نار، وبدات اطلع شخص مختلف تماما. انا مش هيضحك عليا زي قبل كده. انا لو حصل الموقف ده تاني انا هقدر اتعامل بصوره تانية خالص. انا بدأت اتقوى من جوايا. فهتلاقي نفسك انت بتتغير، بتتشكل. واهم حاجة بقى عشان تبدأ تكون مرتاح ومطمن في وجود الألم في حياتك، ان ده بمشيئة ربنا. يعني مفيش حاجة خارجة بره سيطرة ربنا في حياتنا. هو مسيطر على حياتك، وهو سمح بوجود الألم. يعني هو كان بسماح من ربنا عشان يعلمك حاجة، عشان يشكلك، عشان يعمل منك حاجة تانية خالص. فابدأ دور التشكيل اللي حصل في حياتك ايه، اللي المفروض يحصل معاك ايه.
فدي من أهم الدروس اللي أنا بتعلمها في الألم النفسي. آخر حاجة اعملها وهو الناس، اعمل حدود للناس، خليك حر. ليه تكون مقيد بآراء الناس؟ اتعودنا وتربينا للأسف الشديد على أكبر خطأ إن أنا دايما أرضي الناس، إن أنا دايما أحط الناس في المقام الأول، مع إني أنا نفسي في المقام الأول. عود إنك تحب نفسك، عود إن أنت في المقام الأول. أنا برضي نفسي، برضي ربي في الأول وبرضي نفسي. طول ما أنت ما بتعملش حاجة غلط وراضي بينك وبين نفسك، انسى الناس خالص. اعمل حدود للناس اللي بتوجعك، الناس اللي بتجرحك. لو تعرف تقفل الباب اقفل الباب، مش عارف تقفل الباب يبقى اعمل حدود للناس اللي بتوجعني. مهم جدا 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 تعرف ان انت الداعم لنفسك، وانت اللي هتاخد ايد نفسك وتخرج نفسك بره الدايرة دي. اهتم بنفسك، حب نفسك، هتعرف تتعامل وتكون سعيد في حياتك. اتمنى تكونوا استفدتوا.